انا جاي اقولك ان الموبايل هيساعدك تطلع عضلات وتشيل اوزان بشكل احسن. تصويرك لنفسك ووجود الموبايل بيخليك انك تقدر تراجع ادائك بشكل مستمر، وده بيكون احسن ان شخص يقدر يقول لك اشارات او يقول لك صح ادائك بشكل معين. وده ان احنا اصلا مختلفين عن بعض، كلنا مختلفين بشكل او باخر، فبالتالي انك لازم تشوف نفسك. تصويرك لنفسك بيحسن عندك ادراك بالاماكن او البروبريوسبشن، وده فعلا من الحاجات اللي ممكن تخليك تقدر تتخيل نفسك مع التمرين بشكل احسن، وده ممكن يكون تدريب ليك اصلا انك تتخيل نفسك وانت بتتمرن. تفكيرك للشده التدريبيه بتاعتك بيتحسن بشكل احسن مع الوقت، وزي ما حصل دلوقتي. الحاجات اللي حرفيا هتساعدك في انك تقارن ادائك وتحسنه، انك تصور نفسك كل شويه تبص على ادائك. الفيديو ده الفرق ما بينهم سنه، الفيديوهين دول ادائي والوزن اللي أنا بقدر اشيله اتحسن مع الوقت. مراجعه الاداء ومراجعه الكلوز من الحاجات اللي ساعدتني جدا، وتخيلي لنفسي اصلا. نفس الكلام في السكوات، هتلاقي الفيديو ده مثلا ده فيديو جديد، انا قادر اعمل ني درايف بشكل احسن، قادر ازق رجلي بشكل احسن، قادر استهدف عضلاتي بشكل احسن. على عكس الصورتين دول هتلاقي ان انا مش قادر استهدف العضلات اللي انا عايز العبها بشكل كويس. في النهاية تصويرك لنفسك عمره ما كان عيب، تصويرك لنفسك في الجيم عمره ما كان حاجة تعيبك أو تنقص منك شيء، بالعكس هي حاجة هتاخدك خطوات أحسن قدام، وممكن تبقى أنت أحسن من أي حد بيتريق عليك. صور نفسك، راجع أدائك، ده هياخدك خطوات قدام بعد كده. انا ماما يلا.